النهاردة هنعمل مع بعض تورتة كده سهلة سريعة. أنا عاملاها عشان خاطر ابني وعيد ميلاده، فحبينا نشتري تورتة من برا، لكن لقينا سعرها غالي شوية، هو مش شوية شويتين، فأنا قررت أعملها في البيت. بصراحة كانت اقتصادية جدا وما كلفتنيش غير حاجات بسيطة، وطعمها كان يعني فوق الوصف، جميلة تحفة جدا جدا. يلا بينا نعرف طريقة التحضير وازاي أنا عملتها اقتصادية وما كلفتنيش المبلغ اللي كنت هشتريه من برا. معايا أول حاجة هنا بيضتين. طبعا كان المفروض ان انا استخدم 3 بيضات، لكن استخدمت بيضتين عشان البيض غالي. وكمان معايا ربع كوباية من المية ومعلقتين من الخل. وهضرب المكونات دي كويس جدا بالمضرب لحد ما يعمل معايا رغوة كده عالية. بعد كده هجيب حوالي ربع كيلو من دقيق الاسبونج. انا جبت هنا ربع كيلو بس ب10 جنيه فانيليا. كان جميل جدا. طبعا فضلت اضربه بالمضرب لحد ما بقى قوامي كريمي. طبعا مينفعش نكتر المية، هو ربع او اقل كمان من ربع كوباية من المية، عليهم معلقتين 3 من الخل. وفضلت اضرب كويس جدا بالمضرب لحد ما اداني القوام الكريمي المناسب جدا للعجينة. طبعا هنا كنت محضرة صينية ودهناها حبة من الزيت ورشها دقيق علشان ما تلزقش فيها، ومسخنة الفرن كمان. وابتديت أضيف الخليط بتاع الكيكة في الصينية، هدخله الفرن حوالي نص ساعة. في الوقت ده أنا قلت أحضر للكريم شانتيه. جبت كوباية من اللبن، عليهم حوالي 10 جنيه من الكريم الشانتيه الخام بدون سكر، طبعا علشان ما تبقاش مسكرة معايا، وما ينفعش يعني ده مسكر وده مسكر، فهيبقى معايا طعمها كده تقيلة شوية. فطبعا هنجيبه خام من غير سكر وهضربه كويس جدا، يعني هياخد معايا حوالي 10 دقايق بالمضرب لحد ما يديني القوام الكريمي المتماسك جدا. زي ما انتوا شايفين القوام هنا خلاص تماسك معايا جدا. طبعا حطيت كوباية صغيرة عشان ما نكترش وتبقى سايلة معانا. واول ما الاقي الكريم شانتيه طالع معايا في المضرب بالشكل ده، خلاص هي كده جاهزة معايا. طبعا هروح اسيبها في التلاجة. انا هنا جبت شرايح من التفاح علشان خاطر ازين بيها التورته، لكن علشان ما تسودش مني، فانا جبت حوالي معلقتين كده من الشربات كان عندي، وابتديت ارشه من فوق على شرايح التفاح واقلبه كويس جدا علشان خاطر ان انا لما ازين بيه التورته ما يسودش مني، لان هو طبعا بيسود من الاكسجين والهواء، فعشان كده لما تحط عليه الشربات مش هيسود منك خالص. طبعا هنا بعد ما الكيكة طلعت معايا من الفرن، وكمان سيبناها تبرد علشان ما ينفعش نستخدمها هي سخنة، هتسيح كل المكونات والتورتة هتبوظ مني. فطبعا لولا ما بردت، لولا ما ابتديت اضيف الكريم شانتيه على الكيكة من فوق. طبعا هنا ابتديت اوزع الكريم شانتيه كويس جدا على الصينية على اساس ان كلها تبقى سوا واحد. طبعا ابني بيحب ياكل التورته بالمعلقه مش بالشوكه، فعشان كده قال لي يا ماما سيبيها في الصينيه زي ما هي، انا هاكلها بالمعلقه. طبعا هو من كتر ما بيشوف الفيديوهات الاكل الصيني وهما بياكلوا كل حاجه كده، خصوصا التورته بياكلوها بالمعلقه، فهو بيحب يقلدهم جدا في الاكل. فانا سبتها هنا زي ما هي الكيكه، وابتديت هنا احط بعد الكريم شانتيه. طبعا كنت محضره صوص الكراميل. عايزه اقول لكم مفيش حاجه بتحلي التورته معايا غير صوص الكراميل، تحفة يعني رهيب، ريحته جميلة. أنا عملته معاكم كذا مرة وفي كذا فيديو. وبعد كده هبقى أسيب لكم لينك الفيديو بتاع الكراميل، هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان لو حابين تدخلوا عليه. وهنا حطيت حوالي كده 5-6 معالق كبار من صوص الكراميل، ادتني شكل وطعم وريحة جمال جدا. طبعا هو اقتصادي، انتوا هتشوفوه هتجربوه هيعجبكم جدا. طبعا هنا جبت كريم شانتيه، حبيت ازين التورته من فوق كده بالكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين من على الاطراف. عايزه اقول لكم ان تزيين التورته كده وهو جوه الصينيه بصراحه بيكون اسهل، كمان كده بيديكي كده اطراف جميله كده واشكال جميله. هنا بعد ما زينتها بالاطراف، تزيين التورته حسب المتاح معاكي، حسب ما انت حابه. ما اظنش يعني ان في اسهل من كده. بصراحه الكريم شانتيه كان ب10 جنيه فكان رخيص. كمان صوص الكراميل بكوباية من السكر، عملت حوالي طبق كبير صوص كراميل. وهنا هقسمها لنصين. صوص أنا كنت ناوية أعمل صوص أحط عليه
فواكه والنص التاني بشر من الشوكولاتة، لكن هو قال لي لأ عايزها كلها فواكه. فأنا هنا طبعا جبت التفاح اللي أنا قطعته شرايح زي ما انتوا شايفين، هو مسودش مني، محتفظ بلونه زي ما هو علشان خاطر الطريقة اللي أنا استخدمتها، وكمان استخدمت نفس الطريقة دي في الموز والتفاح الأخضر. طبعا لو مفيش فواكه انت ممكن تزينيها بس بالكريم شانتيه والكراميل بس بدون إضافة فواكه أو شوكولاتة أو أي تزيين. لكن أنا هنا جبت، بحب جدا الكريز الأحمر، فجبت ب5 جنيه كريز أحمر، ما حطيتوش كله، حطيت كده كام واحدة من فوق لأن الفاكهة كانت كتيرة على التورتة، فأنا زينتها كده بحاجات بسيطة. على فكرة أنا في مرة اشتريت تورتة كانت بالكراميل والكريم شانتيه بس، كان طعمها تحفة جميل جدا. طبعا علشان خاطر الأسعار الغالية دي احنا منكلفش نفسنا، ايه الموجود واللي متاح هو اللي هتستخدميه علشان ما تكلفيش نفسك. طبعا هنا خلاص كده أنا خلصت التورتة، وكمان سبتها في التلاجة حوالي ربع ساعة عشان تبقى متماسكة. وهنا جبت الشمع عشان خلاص التورتة بقت جاهزة وهو حابب يحتفل، فأنا جبت الشمع وابتديت أحطه كده على الأطراف بتاعة التورتة وولعت الشمع. التورتة عجبته جدا بصراحة كده، يعني هي عجبت البيت كله، جميلة كمان، مقاسها مقاس كبير. هي ما كلفتنيش يعني غير حاجات بسيطة جدا، يعني كده في حدود 30 جنيه بس. تخيلوا 30 جنيه بس، أنا كنت هشتريها يعني فوق 200. على فكرة هي مقاسها مقاس كبير مش صغير، فبصراحة يعني أنصحكم لو انتوا حابين تعملوا تورتة كده تفرحوا بيها أولادكم، طبعا تعملوها في البيت هيفرحوا بيها وهتوفروا. مكونات بسيطة جدا والتزيين كان بسيط جدا، بصراحة كان طعمها رهيب تحفة جدا وريحتها كمان أحلى. أتمنى ان انتوا تجربوها، أتمنى ان انتوا تفرحوا أولادكم بتورتة بسيطة كده في البيت، بدل ما نشتريها بالغالي نعملها في البيت كده بالرخيص. أتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطولي لايك، وكمان تقولولي ايه رأيكم، وتقولولي هي وفرت معاكم ولا لأ لو كنتوا عملتوها، وكمان تقولولي ايه رأيكم في التزيين. يعني أنا بصراحة حاسة انه يعني مش عاجبني قوي، بس هي عجبت ابني جدا. بصراحة فرح بيها وفضل كده يغني ويطفي الشمعة طبعا. فأتمنى ان هي تكون كمان عجبتكم، وتقوليلي رأيكم، وياريت ما تنسوش اللايك للفيديو، وكمان كومنت منكم عشان أعرف هي عجبتكم ولا لأ.